ممكن اعرف ازاي انزل الدي 5 واخليه يفتح مع الماكس؟ الدي 5 ما بيشتغلش مع الماكس الا لما بيكون في رابط بينهم هما الاثنين. يلا بينا نعرف ازاي نعمل داونلود للدي 5 ونبدا نشغله على 3 دي ماكس او اي سوفت وير تاني. هنكتب في جوجل دي 5 ريندر وهنخش على اللينك الاول. هيفتح معانا السايت بتاع دي 5 بالشكل ده. اول حاجه هعملها هروح اختار الورك فلو بتاعي. لما اضغط على ورك فلو هلاقي بيقول لي اختار بعد اذنك السوفت وير اللي انت بتشتغل بيه 3 دي من اول سكتش اب لحد الفيكتور ووركس. انا هختار 3 دي ماكس. من هنا هلاقي 3 اختيارات. اول اختيار فيهم هو الدي 5 لايف سينك، وتاني حاجه هي الدي 5 سينك، وبعد كده الداونلود ريندر. الدي 5 ما بيشتغلش مع الماكس الا لما بيكون في رابط بينهم هما الاثنين وهو الدي 5 سينك. اول حاجه هعملها هضغط على الداونلود دي 5 ريندر، هستناه يعمل داونلود. مجرد ما اخلص داونلود هيظهر لي الدي 5 سيت اب، هضغط عليه، هضغط اني موافق. على كده هختار انستول ناو وهيبدا يعمل داونلود للدي 5. وبعد ما بيخلص هيظهر معايا الدي 5 ريندر هنا بالشكل ده. طيب نروح بقى للسؤال التاني وازاي نشغله مع الماكس. هرجع تاني على الورك فلو وهختار 3 دي ماكس، ومن هنا انا بفضل الدي 5 سينك. الدي 5 لايف سينك ساعات بيعمل مشاكل، وخصوصا مع كروت الشاشه اللي الفي رام بتاعها قليل. لما بتتحرك في الفايل او تعمل ابديت للموديل ساعات بيهنج. فانا بفضل ان انا اشتغل مع الدي 5 سينك واعمل الابديت مانيوالي. مساحته مش كبيره، حوالي 16 ميجا. هينزل معايا ايكون بالشكل ده، هضغط عليها دبل كليك، وبعد كده هعمل سيت اب عادي. بعد ما اختار اللغه هضغط اوكي، وبعد كده هعمل اكسبت نيكست، وهنا اختار فيرجن 3 دي ماكس اللي انا بشتغل بيه، وبعد كده نيكست، وبعد كده نيكست، وبعد كده انستول، وبعد كده فينيش. يلا بينا نشوفه على 3 دي ماكس. واول ما بفتح ال 3 دي ماكس بلاقي التول بار ده. التول بار ده فيه الدي 5 سينك، ممكن نبقى نتكلم فيه في فيديو تاني. ومن هنا اقدر اعمل سينك للموديل، بس لازم اعمله سيف الاول على الجهاز، وبعد كده اقدر اعمل سينك. هتلاقي فتح معايا الدي 5 ريندر. اختار نيو بروجكت، وبعد كده خلاص تقريبا كله هيشتغل. سلام.